السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم قناة شهد الكلام. أحبتي الكرام، فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. عايز أقول لكم إن الشاعر مظلوم في البيئة بتاعته. ليه بقى؟ الشاعر بشر، إنسان زي كل الناس، واحد من الناس، عايش وسط الناس. بس الفرق بينه وبين باقي البشر انه بيقدر يترجم مشاعره، بيترجم وجعه، ألمه، فرحه، حزنه، سعادته، بيترجم كل الحالات الإنسانية ديت على الورق. الشاعر إنسان بمعنى كلمة إنسانية، بما تحمل كل معنى هذه الكلمة. لكن الفرق بينه وبين باقي الناس إنه لغته مساعداه، ألمه مطوعه، بيحزن فبيعيش حالة حزن، وساعتها بيكتب، تطلع قصيدة مليانة دموع. وبيفرح فبيكتب، فيشعر من يقرأ أنه أسعد إنسان في الدنيا، وقد يكون العكس صحيح. الشاعر مش ملك نفسه، لأنه مش عايش لنفسه بس، عايش في مجتمع وبيتأثر بكل مفردات حياتهم اليومية، يكتب عما يدور حوله من حياتهم هم. الناس فاكرين الشاعر ساحر عايش في برج عاجي وفي برج عالي وبيبص على الناس من فوق. العكس هو الصحيح. فاكرين الشاعر عايش حياة وردية بحب وغرام وسعادة ويا بخت أهل بيته بيه. ما يعرفوش إنه ممكن يكون أتعس إنسان في الحب، أو إنه أصلا عايش وحيد. الشاعر مظلوم في مجتمعه لأنه بيعيش مشاعرهم وبيكتب عنهم وله، ولكنهم لا يشعرون بقدر معاناته حين يكتب. فرفقا بهؤلاء الصنف من البشر.